السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة هنعمل قلقاس بدون لحمة وبطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا جدا، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود ان شاء الله. معانا الكزبرة والسلق، 3 كزبرة على 2 سلق على 3. القلقاس دول عاملين حوالي 2 كيلو وربع بالظبط. القلقاس بقى هنعمله بطريقة ايه جديدة شوية، هي زي الامهات بتاعتنا بالظبط ما بتعمله، بس احنا هنعمله بطريقه حلوه وان شاء الله يعجبكم. جبت القلقاس عندي، بصوا شفتوا القلقاس شكلها حلوه جدا. بامبا هي اصلا وما خدتش معايا سوا خالص. بصوا هي بايظه كمان حته صغيره، رحت انا ايه منضفاها كده. هنغسله بعد ما نقشره، احنا مش هنغسله دلوقتي، احنا هنقشره الاول وبعد كده ايه هنغسله. ازاي بقى تعرفي القلقاسه حلوه ولا لا؟ لازم تكون واخده شكل ده دايره، تمام، تكون مدوره وفيها اللي هي سوري يعني النقر الصغننه الكبيره دي، تمام. وقشرت التانية معاكم ما شاء الله، هي بتتقشر بكل سهوله لاني هي حلوه جدا. بس بعد ما قشرته غسلته على طول، تمام. انا ما بقى في ناس ما بتغسلهوش وفي ناس بتغسل الاول وبعد كده تقشر، فهيزفلت مني. فانا بفضل ان انا اقشره الاول، تمام، وبعد كده اغسله تحت الحنفيه عادي. مش هيحصل له حاجه ولا هيبوظ ولا هيزمط قوي يعني. هو هيزمط وطلع الماده اللزجه اللي فيه، بس ما تخافوش، استنوا بس اتفرجوا على الفيديو وان شاء الله يعجبكم. انا بحضر الحاجه بتاعته كلها الاول وبعد كده ايه ببدا اشتغل بقى ايه في القلقاس. سهل ومش هياخد معاكي وقت ولا مجهود، تمام. احنا جبنا السلق ورحت مقطعاه، يعني بصي بتشيلي الورق بس مش العيدان، عشان ما يبقاش ماشي معاكي في وش الحله يعني وكده. قطعي بس الورق من فوق وسيبي ايه العيدان، بصوا كده اهو كده تمام. الكزبره بقى 3 ربط كبار ما شاء الله حلوين. لو هم صغيرين بتبقي 4 ربط، لان الكزبره حلوه جدا جدا في القلقاس، تمام. فاحنا نضفناها وقطعنا ايه العيدان بتاعتها. وفي طريقة للتنظيف بتاع الكزبرة برضو، بت بتقطعيها وتروحي منفضاها من تحت كده زي ما انتوا شايفين، تمام. وتكون الكزبرة خلاص نصفت معانا. وهذه الكمية كلها. يا رب اللي يعجبه الفيديو يديني لايك وايه ويشترك في القناة. تيجي بقى بصوا القلقاس بعد ما غسلته بتمسكي حتة فوطة حلوة كده معاكي وتروحي منشفاها. دي كده انت تضمني ان هو يكون نظيف وما فيهوش اي جراثيم ولا اي طينة ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا هو بيتقطع معايا بكل سهوله ولا بيتزفلط مني ولا حاجه. انا ماسكه بحته قماشه ماشي، ومسحت السكينه عشان الزفلطه اللي فيه. وبتقطعيه بقى على حسب ما انت بتحبيه، بس احنا بنحبه صغير عشان نعرف ايه ناكله. وفي ناس اصلا مش بتستلطف القلقاس، ما بيحبوهوش يعني، بس هو فيه قيمه غذائيه عاليه جدا 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 جدا. فلازم ناكله لاطفالنا يعني، هم حتى لو ما بيحبوهوش لازم ناكلهم. وفي ناس بتعمله بالطماطم بس انا بحبه اخضر، هو يعني مفيد جدا جدا لينا. بصوا قطعته مكعبات صغيرة، بصوا وبيبقى شكلها وردي ازاي ما شاء الله عليها. دول ال2 كيلو وربع معايا. هنيجي بقى في الشوربة، تمام. حطيت مية مغلية او شوربة، لو عندك شوربة بتحطي نص شوربة وبعد كده بتكملي نص المية، وتروحي نازلة عليهم ب5 ليمونات كبار، ماشي. يجي مع ربع كوباية ليمون كده وعصريهم كلهم. عندك شوربة تمام، ما عندكيش حطي مية ومرق دجاج واحدة وشوية سكر صغيرين. انا سبت الشوربة على والمية مغلية على النار ورحت حاطة واحدة مرق دجاج. ممكن ما تحطيش مرق دجاج، ممكن تحطي سكر بس، تمام. فلازم نصرف نفسنا في الجو الساقع ده، ولازم نأكل حاجة الأطفال عندنا حاجة تدفيهم في الساعة اللي احنا فيها دي. ربنا يعافينا يا رب كلنا. ورحت نازلة عليهم بالقلقاس عادي زي ما انتوا شايفين، تمام. وبعد كده بنروح حاطين القلقاس عادي زي ما انتوا شايفين كده، ونحط عليه معلقه ملح وفلفل اسمر بس كده. متحطش عليه بقى اي حاجه تانية، هي معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسمر. وظبطي الملح بتاعك بقى. الحله طبعا اللي قدامكم دي انا حطيت ميه مغليه، وهناخد السلق وروح نازلين عليها. هتاخد بس غلوتين كده، السلق يبقى لونه اخضر معانا، تمام. وهنشيله على طول، مش هياخد وقت، مش هيغلي كتير على النار عشان ما يتهريش، لان السلق بيتهري بسرعه. هي اول ما الميه غليت معانا اهو هنصفيها، تمام.
لازم تصفيها كويس جدا عشان لما نيجي نعمل التقلية بتاعة القلقاس يعني ما تفرقعش في وشنا وتطلع مية كتير. تمام كده خلصته. ففي طريقة كويسة جدا عشان ما يكونش فيه يعني زي حاجات ماشية كده على وش القلقاس. بمسكه بعد ما بسلقه كده، بياخد غلوتين ويبقى لونه اخضر زي ما انتم ما شاء الله شايفين كده. بروح ماسكه السكينه ومقطعاه او مخرطاه كده، قطعه حتت كده صغيره جدا عشان ايه؟ يبقى ناعم معايا. وفي ناس بتضربه في الكبه، وفي ناس بتدقه كده يعني. عندي ماما بتحب تطحنه في الطاسه. فبصوا ما شاء الله القلقاس ده ما خدش معايا وقت خالص، لانه بناتي زي ما ماما بتقول ولونه بامبا ومدور زي ما هي قالت لي. ماشي. فجبت الكزبره مقطعتها قطع صغيره كده عشوائيه، وحطينا نص شفشق ميه وضربناه كويس جدا. اضربي فيه بقى ايه يعني 5 ثواني كده ولا 3 دقايق، عشان ايه؟ يبقى ناعم معاكي وما بقاش ايه، بقاش تخين. صفينا الكزبره في المصفى. طبعا الميه دي احنا مش هنرميها، والتفل بتاعها برضو الكزبره طالعه برضو مش هنرميها، كل حاجه ليها استخدامها. بعد ما صفيته، بصوا ميتها لونها خضرا، انا ريحته اصلا جميله جدا، ويا رب هيعجبكم ان شاء الله الفيديو ده، وجربوه وقولوا رايكم فيه ايه. بعد ما صفيت برضو الكزبره كويس جدا جدا، لازم تصفوها يعني تصفوا السلق وصفوا الكزبره. بصوا على جنب كده. وهناخد الميه بتاعتها دي بعد ما القلقاس قرب يستوي بحاجات بسيطه كده. ما نعملش طبعا الكزبره ونركنها على جنب، غلط، الكزبره ميتها تسود. بعد ما الكزبره صفيناها، حطينا الميه بتاعتها على القلقاس. بصوا ما شاء الله عليه، لونه اخضر وجميل. في ناس بتحط عليه طماطم وبتعصر طماطم وتحط عليه، بس انا افضل الطعم كده. ممكن تعملي كده وممكن تعملي كده. بتسيبي بقى يغلي ايه على النار 3 دقايق كمان. ما تحطيش الكزبره وتضربيها على جنب، لا، اول ما تضربيها حطيها على طول على النار عشان ما تسودش منك. طبعا احنا مش عاملينه بلحمه عشان اخر الشهر. فاحنا ايه، جبنا دهنه، اي دهنه عندك بس تكون بلدي، ضاني بقى، كندوز، اي حاجه. ومعلقه زيت كبيره حلوه جدا. وتروحي بصوا السلق لازم تصفي ميته كويس جدا عشان ما يعملش اللي احنا شفناه ده. تروحي ماسكه الدهنه بقى مقطعاها. بصوا برضو عملت ايه. نزلت الميه في الطاسه. تمسكي الدهنه وتروحي مقطعاها كويس جدا ومكعبات صغيره كده، وتروحي حطاها على النار وتسيح حاجات بسيطه، وتروحي نازله عليها بالايه، بالسلق مع معلقه الزيت الكبيره. هتقولي الدهان كتير، اقول لك لا، كده كده الكزبره هتلاقيها شربت كل الدهان ده. هنكون محضرين بقى ايه، معلقه توم كبيره والكزبره جنبنا. بصوا اول ما السلق بس ياخد لون مغمق اخضر كده غامق، هننزل عليها بمعلقه سمنه بلدي، او ما عندكيش سمنه بلدي حطي معلقه سمنه عاديه، معلقه واحده بس. انا حطيت معلقه واحده بس مع الدهان، والدهان مش كتير صدقوني. في ناس بتحط دهان كميه كبيره، انا عاملاه كده خفيف عشان ما ايه، ما يعملش حرقان في ويعمل حموضه وكده. بصوا معلقه توم كبيره بيدي لها ريحه حلوه قوي وطعم. وانتي بتعملي التقليه اصلا بتحبي تاكليها، يعني في ناس بتحب القلقاس. واللي بيحب قلقاس يديني لايك، واللي ما بيحبش قلقاس برضو يديني لايك، انا تعبانه في الفيديو. تمام. بصوا حطوا بقى التوم وقلبوه كويس جدا. بصوا الكزبره ما رميناهاش، اوعوا ترموها، وصفيناها كويس جدا. تمام. ونحطها على جنب. اول بس ما التوم ياخد لون كده وتشم ريحته، ما يتحرقش ولا يتحمر، ياخد بس تشويحه كده زي ما انتم شايفين. تروحي نازله عليهم بايه، بالكزبره. اول ما تحطي الكزبره بقى هتلاقي الدهان ده مش موجود اصلا. انا ما زودتش حاجه تاني، انا حطيت بس الكزبره والدهن اللي انتوا شفتوه، معلقه الزيت الكبيره ومعلقه سمنه كبيره والدهنه. طبعا القلقاس ما فيهوش لحمه، واللي موجود لحمه يعني حلو طبعا. فاعملوا الطريقه دي وقولوا رايكم فيها ايه، وجربوها. وعايزه تعليقاتكم الحلوه جدا. وشكرا جدا جدا على الناس اللي ادتني لايك جميل في الفيديو اللي قبل اللي فات، وكمان الناس اللي حطت لي اشتراك عندها. يعني جزاك الله كل خير بجد، ربنا يكرمكم. ومبسوطة جدا جدا بيكم ومنورين قناتي.
بصوا بقى افضلوا قلبوا فيها لحد ما تسمعوا صوت الايه الخرفشه كده، وتلاقي ان هي اتحمرت، ما تحرقوهاش، بتبقى لونها اخضر عشان القلقاس يبقى لونه اخضر ويبقى حلو. تفضلي تقلبي بيها فئة كده على ايه نار عالية، وبعد كده توطي شوية، تعلي النار وتوطي شوية، بتاخد 5 دقايق بالظبط على النار، لحد بس ما الكزبرة تشرب الدهان كله. بصوا هي شربت الدهان كله في ثانية ازاي. انا عايزه اقول لكم الريحه كانت قلبه البيت كله، يعني القلقاس ده ما بعمله العماره كلها بتعرف. اللي في الدور السادس بتعرف ان انا عامله قلقاس. ف كملوا بقى التقليب فيها، معلش كملوا بس طولوا بالكم على التقليه عشان تدينا ايه طعم حلو، يبقى لا لحمه ولا تقليه كمان. فاصبروا عليها شويه لحد ما تاخد لون حلو. بصوا شكلها عامل ازاي، بيبقى مخضر كده ومش غامق. تمام. ولو انت عندك لحمه وكده وتمام فاعمليها بقى، يعني يعني اعملي الشوربه بتاعتها اللحمه عادي، وتحطي نصها ميه ونص الشوربه. عايزه تعمليها بشوربه كلها بس مش تبقى لطيفه، يعني لازم تحطي ميه عشان تستوي. كده كده اللحمه بتاع اللحمه الصغيره الكندوز او اللحمه الكبيره بيبقى شوربتهم ايه قليله شويه. بصوا انا بعد ما خلصت بسم الله التحمير بتاعها، قلت ايه ادقها شويه تبقى ناعمه عشان ما تبقاش في حاجات ماشيه كده على الوش. اكيد انتوا فاهمين الحوار اللي انا قصدي عليه. تمام. دقي حاجات بسيطه، عايزه تعملي كده الحركه دي اعمليها، احنا كده كده اصلا منعمين كل حاجه. بصوا انا القلقاس ما خدش معايا سوا خالص، يعني والله اقل من ربع ساعه لقيته استوى، لانه لقيته ناعم جدا. وبعد كده بتروحي حاطه التقليه بعد ما ايه القلقاس استوى. بصوا عملت تش طبعا، بس انا ايه موطيه الصوت، ف كنت فرحانه بيه جدا ان احنا اصلا بنحبه. يا رب يعجبكم. بصوا الطريقه ما شاء الله هو اصلا استوى بقى دايب معايا كده. خلاص خلصنا القلقاس، ما خد... كده كنت خلاص انا غرفته تمام في الاطباق. وعملت رز ابيض جنبه. سهل قوي بسيط، بتشوحي الرز وتحطي الميه العقد بتاعه من فوق وتسيبيه يتردد وخلاص. بصوا القلقاس ما شاء الله استوى جدا وناعم. ويا رب يعجبكم الطريقه الجميله دي، ويا ريت تقولوا رايكم فيها ايه. واللي يعجبه القلقاس يديني لايك، واللي ما يعجبوش القلقاس برضو يديني لايك، واللي بيحبه يبعت لي تعليق، واللي ما بيحبوش برضو يبعت لي تعليق. الف هنا وشفا عليكم، وادوني اللايك الجميل، ومع الف سلامه، ربنا يحسن ما بين ايديكم.